عاملين ايه؟ دفعة 24. رب تكونوا كويسين، يعني اغلبكم في اجازة دلوقتي. ماشي. دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن شهر 2. احنا خلاص داخلين على شهر 2، فممكن بقى نقول على يعني شوية الحاجات اللي هنعملها هتساعدنا ان احنا نكسب ثقة اكتر، عشان انتوا اغلبكم انا نسي كل اللي فات، انا مش فاكر حاجة، انا بذاكر بدون تركيز، انا مستواي بيقل، انا محبط، مش عارفة ايه. نركن بقى كل ده. شهر 2 خلاص على الابواب، فتدخلوه يعني بهمة ونشاط. ايوه، انتي عايزانا نعمل ايه برضو في شهر 2؟ هقول لكم. شهر 2 هو هيبقى بداية جديدة للكل. تمام. اول حاجة لازم تعملوها فيه تنسوا كل اللي فات، مش في المذاكرة، يعني تنسوا بقى الدرجات الوحشة اللي مزعلاكوا وكل الحاجات دي، واللي عليه متراكم يحاول يلمه قبل نص 2. اقل عدد ساعات ممكن الواحد يذاكره 8 ساعات، يعني اقل من كده انت بتستعبط، سوري بس انت بتستعبط. اقل من 8 ساعات يبقى انت بتستعبط في المذاكرة. هو 8 ساعات فيما فوق، فيما تحت لا. ماشي. لازم كل يوم تحل قطع انجليش وقطع عربي ونصوص، وتحفظ كلمات انجليزي وتحفظ كلمات فرنساوي. طب ايه كل ده وبقت المواد؟ هقولك. قطعة العربي مش هتاخد منك ربع ساعة، يبقى ربع ساعة قطعة عربي، ربع ساعة قطعة انجليزي، تحفظ مثلا 20 كلمة انجليزي، 10 كلمات فرنساوي. دول اساسي كل يوم، يعني كل يوم تعمل كده. بجانب يعني مثلا وراك مثلا فيزياء وكيمياء واحياء هتذاكرهم في اليوم ده، تاخد معاهم الاربع حاجات دول، مش هياخدوا من وقتك ساعة. ماشي. ده اول حاجة. ودي قصدي تاني حاجة. اول حاجة ان احنا نذاكر 8 ساعات. تاني حاجة ان انت كل يوم تحل قطع عربي وقطع انجليزي ونصوص وتحفظ كلمات انجليزي وفرنساوي. ماشي. تالت حاجة الصلاة. انا مش شيخة ولا هقولك بقى صلي والموت والحاجات دي. كل اللي عليك تقرب من ربنا، عشان ربنا هو ملجأك الوحيد، وهو الوحيد اللي هيبقى واقف معاك. انت داخل على فترة صعبة والضغط فيها اشد، وهتلاقي بقى اللي من صحابك خلص 3 كتب في المادة الفلانية وانت لسه في اول كتاب وانت بتعيط وبتصيح اصلا. ربنا الوحيد اللي هيكون واقف جنبك، محدش هيحبك احسن منه غير اهلك وربنا. ايوه انا اصلا اهلي مش بيدعموني وبيحبطوني وخليك زي ابن خالتك وانت فاشل وانت مش عارفه ايه. ملكش دعوه بكلام سلبي من حد، في كلام ايجابي خير وبركه، ما فيش مش مهم مش عايزينه. ادعم نفسك بنفسك، قرب من ربنا، اقرا قران، استغفر كتير. حاول ما تخليش يومك فيه فراغ. مش هقولك ذاكر 24 ساعة، ذاكر يا عم ال8 ساعات اللي اتفقنا عليهم. نام نوم مظبوط، كل كويس، العب رياضة. ساعتين الجيم مش هيضيعوا وقتك، خلاص مش هتروح الجيم وانت شايف ان هم هيضيعوا وقتك. العب في البيت، يعني العب رياضة في البيت، مش لازم بقى جيم وتشيل حديد والكلام ده. العب يعني حاجة خفيفة كده في البيت، بس صدقني ده هيساعدك جدا. حاول لو انت لسه نومك مش متظبط، حاول تصحى من الفجر، تظبط نومك. بص مش من اول مرة هتحاول فيها هتنجح، هتفشل مرة واتنين وتلاتة، فانت حاول كتير. ماشي كده. عندنا ايه تاني؟ ما عندناش حاجة تانية يعتبر. بس اللي محتاج اي حاجة يبعتلي، وانتوا كلكوا يعني كومنتاتكوا كلها يعني حوالين حاجة واحدة بس، وهي انكم محبطين، فاقدين الشغف، تركيزكم بيقل، مش عارفه ايه، ما بتذاكروش كويس، عايزين تفتكروا القديم. حلوا امتحانات من غير ما تراجعوا، شوفوا ايه اللي واقع منكم وتروحوا تراجعوا عليه ساعتها لما تحلوا. ماشي. ده اول حاجه بالنسبه للقديم. بالنسبه لتركيزك قليل، قللي المشتتات اللي حواليكي. ماشي، قللي المشتتات اللي حواليكي. يعني ايه؟ خلاص هتذاكري مش محتاجه الموبايل في حاجه، روحي اديه لوالدتك او لوالدك. لا محتاجاه، اعمليه وضع عدم الازعاج او وضع الطيران، اي حاجه بان هو ما يوصلكش ولا اشعارات ولا يوصلك مكالمات ولا اي حاجه من حد. ما تضيعيش وقتك على كلام فاضي. اللي لسه ما بدأش لغايه دلوقتي عايزه اقولك ان انت بتستهبل. ماشي. وان انت لسه قدامك فرصه، ودي اخر فرصه ليك يعتبر، فحاول فيها، شد حيلك، اضغط على نفسك شويه وانت هتوصل. يعني اللي بيوصلوا هما اللي بيبدأوا في الاخر، فحاولوا اكتر من كده، شدوا حيلكم وربنا معاكم ويوفقكم. واللي محتاج اي حاجه يبعت لي انستا او تليجرام، اقسم بالله انا برد على كله وبحاول اساعد الجميع.